اهلك واللي جايبينك وجيرانك واصحابك وكلهم الا تقولي على حد كده زي النطع. لا مفيش، ما انت عايزاه يطلق ويصرف على ولاده. لا طبعا ما عندناش الكلام ده. اللي تتطلق تبقى بره. كفروني وطلعوني ناشز وقالوا عليا خلعة وقالوا عليا مطلقة وقالوا عليا متجوزة وبتحكم في جوزي. اتشتمت بأهلي فرد فرد فيهم لغاية 7 جد ليا لغاية الفراعنة. وانا عمالة اتشتم واتهزق. ليه كل الألفاظ الحلوة دي؟ وايه السبب؟ السبب ان انا من يومين كان في حد حاطط كومنت، وكان معظم الصفحات كانوا حاطين البوست ده. كان بيشتم بيقول اي ست مطلقة لا من حقها نفقة ولا انها تاخد ولادها، ومفروض مصيرها يبقى زي بسنت الله يرحمها، وتحمد ربنا على كده، وخلي حقوق المرأة تنفعك، وهحط لكم البوست. وانا اتكلمت ان لو في راجل زي كده هو ما ترباش، ومفروض هو يتحبس هو وامه عشان امه نسيت تربيه. وكان ده من بعض يعني الضحك شويه. هو مش ضحك، هو دي حقيقه، هم فعلا ما تربوش. بس وقفلنا الريل على كده، واتفاجئت بكميه الشتايم كلها من الرجاله. مش قادره اقول لكم ان انا حتى اسم الراجل ده انا ما رضيتش اظهره، لان انا خفت انه يتاذي، لان انا عندي يقين ان احتماليه 1 في 1,000,000 يكون ده فيك. مش ممكن يكون في راجل كده. مش ممكن يكون في راجل نطع. كلمه نطع دي بقى ضايقتهم جدا، ان هو مش هيصرف على ولاده. وهنا اتفاجئ كميه شتايم من الرجاله. ازاي تقولي عليه نطع؟ ده انتي واهلك واللي جايبينك وجيرانك واصحابك وكلهم الا تقولي على حد كده زي النطع. لا مفيش، ما انتي عايزاه يطلق ويصرف على ولاده. لا طبعا ما عندناش الكلام ده. اللي تتطلق تبقى بره. يا ناشز، يا يا اللي ما بتفهميش، يلي 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 يلي. اللي هو جالي صدمة. انتوا بتعملوا كده فعلا؟ هو لما بتيجوا بتطلقوا او هي بتخلع انتوا بتسيبوا العيال؟ اه. هي باكج. الست بولادها، هو ما بيعتبرش نفسه ان دول ولاده. خليني كده اقول نسبة كبيرة للأسف من النوعية دي. بس في نسبة تانية برضو تحزن. على قد ما انا كنت بتشتم وكنت بتهان بشكل غير طبيعي، ولكن في بعض الرجالة صعبوا عليا. في بعض الرجالة اللي اتكلموا وقالك طب انا دلوقتي شقيان عشان اجيب شقة واجيب فرش وافرشها واجهزها، وانتي عارفة بقى المصاريف والتكلفة، واتجوزت وخلفت، وفجأة الاقيها خلعتني. خلعته. ما هو مش كل الستات حلوين، في ستات ما يعلم بها الا ربنا. ابتدي حياتي بقى من الصفر ومرتبي يروح ليها ولولادها. طب انا اعمل ايه؟ طب ما انا حياتي اتدمرت برضه. قيسوا بقى على كده كتير. يجي الناحية التانية الستات تقول لك انا كنت بتضرب وكنت بتهان وكنت بتعامل اوحش معاملة، وانا كل اللي عملته يعتبر زي بريته. قلت له طلقني مرضيش فخلعته. ما جيت خلعته انا ما خدتش حاجة. انا خلعته وبريته من كل حاجة. لا خدت قايمة ولا نفقة ولا مؤخر ولا أي حاجة. أنا كل اللي عايزاه أربي ولادي. وبعد كده هو زعلان ليه إن أنا بيقول عليا إن أنا واخدة الشقة؟ أنا مجرد حاضن. بعد سن الحضانة اوريدي الشقة بتاعته والعفش بتاعه وهيرجعوا له ولاده. طب أنا أعمل إيه؟ أنا كل اللي عايزاه يصرف عليهم، أعرف أكل وأشرب وأعلم. وهنا يحصل الخلاف بقى. هي دي الحتة اللي أنا بتكلم فيها. ولا يفرق معايا الراجل ولا يفرق معايا الست. الولاد فين؟ حد فكر الولاد مصيرهم إيه؟ هيروحوا فين ويجوا منين؟ طب انتوا بتعملوا ايه انتوا الاتنين مع بعض؟ انت بتدوس عليها في ايه وهي بتدوس عليك بايه؟ الولاد الأداة اللي احنا بنستغل بعض بيها. الراجل، لو انت خلعتي او انت اتطلقتي البسي بقى، اكلي وشربي وعلمي واصرفي وريني هتعملي ايه. هي، والله انت بقى رمتني ومش عايز تصرف. والله مالكش عيال عندي ولا هتشوفهم ولا تشوف وشهم. بيحصل العقد. هي دي بقى النقطة اللي أنا بتكلم فيها. كلكم شتمتوا فيا ومحدش فكر في الولاد. قليلين جدا جدا اللي بعتوا قالوا يعني لا احنا بنتعامل مع طليقتنا بشكل محترم، احنا بنبعت المصاريف للولاد، احنا كل فترة بنشوفهم. ودول يتعدوا على صوابع. الأغلب مشاكل الله والمحاكم، ويلا بينا نروح نبهدل الدنيا. لما جيت قلت الأم تتحبس عشان مش عارفة تربي، مش عارفة تربي. مش عارفة تربي. في الأول وفي الآخر لو هو مش هيخاف على ولاده، عايزين ايه من الدنيا؟ انت فين لما انا كأم او انا كجدة شايفاك انت بترمي ولادك في الشارع وتقول اصل هما بيها تولع هي بيهم؟ لما يكبروا دول هيروحوا فين؟ تفتكروا هيجولك؟
تفتكروا هيسندوك، هيبقوا سند ليك؟ لا. المره بقى المليون اللي هقعد اتكلم فيها، الكل شتم وانتي 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 ناشز وانتي مش عارف، مع ان انا يعني انا كان كل هدفي الولاد. ولو بصيتوا في صفحتي هتركزوا ان انا اغلب حلقاتي عن التربيه وعن الولاد. وانا لا يفرق معايا الراجل ولا يفرق معايا الست، انا يفرق معايا العيال اللي طالعه دي هتطلع عامله ازاي. ليه بندوس وبنحارب بعض بالعيال؟ ليه ما بتفكروش مصلحتهم فين؟ ومليون مره، فين دور الاب؟ فين دور الاب في التربيه؟ الامهات اللي بتجري وبتخلع، يلا مش عايزاه، 60 داهيه، انا هروح المحكمه واجيب فلوس، او انا هنزل واشتغل وانا هربي العيال وهو اختفى. رجعوا تاني دور الاب في الاسره، دوره مهم جدا. تاني حاجه الابهات اللي بيقولوا لا خلاص الام ما بتعرفش تربي، ادوهم للاب هو اللي يربي. مع احترامي ليك، الام برضو دورها مهم جدا. هو انتوا ليه مش قادرين تفهموا ان الاب والام متساويين؟ لازم هو يربي وهي تربي، لازم وجودها في البيت وهو وجوده في البيت. ليه عايزين تلغوا طرف من الطرفين؟ ليه؟ ليه بالذات حتى في حالات الانفصال؟ ليه؟ ليه في اعتقادك ان انا لما اوريهم ابوه خلاص هيحبوه ويسيبوني ويقعدوا يقولوا ويعيدوا؟ لا، في الستين ده هيتحرموا. طب تأثير النفسي عليهم ايه؟ يمكن انا بتكلم بحرقه، لان لما جيت في حلقاتي كانت حوار الاضطراب الشخصيه الحديه ده اللي هرجع واعيد وازيد واتكلم فيها، كانت حلقه صدفه اتعملت بشكل صدفه. انا والدكتور قاعدين هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن مرض الفلاني، واحنا قاعدين في الاستوديو بنصور، وانا بمنتج الحلقه دي اقسم بالله انهارت من العياط. انهارت لان السبب 90% من اللي عندهم المرض ده، بالذات البنات، سببهم من غياب الاب. دور الاب مهم جدا 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 جدا. ليه بتحرموه ان هو يشوف حتى عياله؟ ايا كان الاب بيصرف ولا مين على الاول فلوس، بس في الاخر بيطلعوا عيال معقده.